كل واحد فيهم ليه دور لمواجهة هذه الأزمة. الخبر التالي، وإحنا بنتكلم في الخبر السابق عن إنه سيتم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية. إحنا مش بس بنتحرك على هذا المحور، لكن على الجانب الآخر الدولة المصرية مستمرة في البناء والتعمير. 13.1 مليار جنيه للتوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية في المقدمة. نحن مستمرون في البناء، وتحديدا مدن حديثة، مدن الجيل الرابع، وبناء وحدات سكنية مختلفة، ما بين فيلل، ما بين للدخل المتوسط والدخل تتناسب مع كل المستويات. تتناسب مع كل المستويات. البعض قد تخرج بعض الأصوات وتقول مش وقته. هو فكرة مش وقته ده كده نظرة ضيقة. يا فندم حضرتك احنا بنتكلم على مشكلة كبيرة جدا بتعاني منها الدولة المصرية، ألا وهو زيادة معدل النمو السكاني بشكل رهيب جدا. وبالتالي انت لما تيجي تتكلم وفقا للإحصائيات، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بتتكلم على 2.5 مليون مواطن زيادة سنوية في النسبة السكانية. فده رقم ضخم جدا، يعني ده بمثابة شعب زي ما بيقولوا. وبالتالي هذا التكدس الكبير وهذا النمو السكاني الضخم جدا لابد أن يقابله بنية تحتية ومجتمعات عمرانية جديدة، عشان نقدر ان احنا زي ما بيقولوا كده نخرج من التكدس اللي موجود في العاصمة والتكدس اللي موجود في عواصم المحافظات إلى الصحراء. واعتقد ان ده مطلب الجميع، ان الشريط الضيق على النيل خلاص ما عادش كافي. في ظل انت دولة وصلت ل 104، طبيعي جدا ان انت تبحث عن منافذ اخرى وعن مسارات اخرى، ان انت تتجه الى الصحراء. طب هتتجه الى الصحراء فقط كده، ولا وفقا للتكنولوجيا، وفقا للتقنيات الجديده بقى اللي هي الذكاء الاصطناعي والمرافق الجديده، اللي هو عشان ما يبقاش عندنا عشوائيات. احنا كانت اشكاليتنا الحقيقيه عندما كنا نخرج في مدن الجيل الاول او الجيل الثاني، ما كناش نراعي قواعد التنظيم الجيد، وما كناش نراعي التكنولوجيا الحقيقيه في الموضوع، وبالتالي كان الامور تميل الى العشوائيات بشكل كبير جدا. بعد اخر كمان استاذ احمد تحدث عنه الرئيس في اكثر من مره في لقاءاته مع المختلفة، انه هذه المشروعات القومية العملاقة لها دور كبير جدا في توفير فرص عمل ملايين البيوت في مصر. ده صحيح. ما هو حضرتك انت لما تيجي تتكلم على قطاع البناء والتشييد، قطاع البناء والتشييد ده قطاع مهم جدا وحيوي بالنسبة للمصريين، وبيشغل نسبة كبيرة جدا من العمالة. وبالتالي انت عندما يتم بناء مدن ويتم بناء او التوجه الى التوسع في انشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ده بيفتح رزق للمصريين من ناحية، ومن ناحية أخرى بيزيد من أصول الدولة. وده امر مهم جدا. انت لما تيجي حضرتك دلوقتي تتكلم على اصول الدوله حاليا وفقا للمدن الجديده اللي تم اضافتها، انت بتتكلم حوالي 10 ما بين 8 ل 10 تريليون. ده ما كانش موجود قبل 2016 ولا 2015. الان عندما تريد ان تقيم اصول الدوله وفقا للانشاءات الجديده، وفقا لهذه المدن الحديثه والذكيه، فانت بتتكلم عن اصول جديده تم اضافتها للدوله المصريه تقدر بتريليونات الجنيهات. وده امر مهم جدا يصب في مصلحه الاقتصاد المصري من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يزيد من سمعه الاقتصاد الدوله المصريه من حيث رؤيه